السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ أنا أشرف إبراهيم. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع يخلي شعر راسك يقف ويهم ناس كتير حوالين العالم، وهو موضوع إيه اللي جوه خشخاش الأفعى ذات الأقراص، أو زي ما بيسموها الراتل سنيك، اللي صوتها ده زي رنين الجرس اللي بيحذرك ابعد يا عم عضك. لو بصيت حواليك دلوقتي هتلاقي إن القصص دي بقت جزء من أفلام الرعب والوثائقيات اللي بنشوفها كل يوم. بس السؤال المهم، هل الخشخاش ده مليان أسرار غامضة زي ما الناس بتقول، ولا هو مجرد حاجة علمية بسيطة تخدع عيوننا؟ خلينا نخوض في اللغز ده سوا ونشوف الحقيقة ورا الصوت اللي بيطلع من ديلها، وهل هي فعلا بسبب سحر طبيعي أو عضلات خارقة، ولا العلم لقى تفسير علمي لكل حاجة؟ يلا بينا، يا رب تكون الحلقة دي ممتعة ومفيدة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عندك أي سؤال أو تعليق سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول. تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع. إيه هو خشخاش الأفعى ذات الأقراص أصلاً؟ لو عايزين نفهم اللغز ده من أوله لازم نعرف إيه هو خشخاش الأفعى الجرسية وبتعمل إيه في عقولنا. ببساطة، الأفعى الجرسية دي نوع من الثعابين السامة اللي موجودة في أمريكا الشمالية، طولها يوصل ل 2 متر ولونها زي التراب علشان تخفى في الصحراء أو الغابات. الخشخاش ده في آخر ديلها شكله زيه سلسلة من الحلقات الصغيرة زي الأجراس القديمة اللي بترن لما تهزها. المساحة اللي بتعيش فيها كبيرة، من تكساس لحد المكسيك، وهي بتكون في الطرق اللي بيمشوا في البرية كتير، يعني ملايين الناس والحيوانات بتقابلها كل سنة. الاسم أفعى الجرس ده مش جديد، هو اتاخد من الثقافة الأمريكية القديمة لما كان الهنود الحمر بيسموها الثعبان المرعب بسبب الصوت ده اللي بيطلع زي طنين نحل غاضب. قبل كده كان الناس بتخاف منها في الأساطير زي إنها حارسة كنوز في الصحراء، بس اللي خلى الموضوع يبقى عالمي هو الاكتشافات العلمية اللي حصلت هناك، زي فتح الديل وإيه اللي جواه، واللي خلاها تشتهر لأنها في قلب الطبيعة البرية. يعني كل خطوة ممكن تسمع الصوت ده وتقول يوه ده إشارة خطر، وده اللي هيخلينا نخوض في التفاصيل دلوقتي. الحقائق الشهيرة عن خشخاش الأفعى الجرسية. يلا خلينا نحكي حقائق حقيقية علشان نفهم ليه الناس خايفة ومفتونة بالخشخاش ده. أول حاجة، في تجربة علمية سنة 2017 علماء فتحوا ذيل أفعى جرسية ميتة وكانوا متوقعين يلاقوا جواه حبيبات صغيرة زي المراكة، بس لقوا خالي تماما، مفيش حاجة جواه. بس الحلقات دي اللي عددها يوصل ل 16 أو أكتر مصنوعة من مادة الكيراتين زي أظافرنا، وبتتكون كل مرة الثعبان يغير جلده مرة كل 3 إلى 6 شهور، بتسيب قشرة ميتة في الآخر وتضاف حلقة جديدة في النهاية. تخيل، الثعبان بيكبر خشخاشها مع السنين زي ساعة حياته. تاني حقيقة أكبر، الاهتزاز ده. العضلات في ذيلها بتهز الحلقات بسرعة 100 مرة في الثانية ولمدة 2 ساعات متواصلة بدون تعب. ده أسرع انقباض عضلي في الطبيعة كلها. في فيديو شهير على يوتيوب شافوا إن الصوت مش رت بطيء زي اللي بنعمله بإيدينا، لا، ده طنين عالي زي زز علشان يخدع أذن الإنسان ويخليه يهرب فوراً. وفي سنة 2021 دراسة في جامعة برينستون لقوا إن الصوت ده بيحاكي ترددات وهمية، زي إنها بتقول أنا أكبر مما أنا عليه علشان تخيف الحيوانات الكبيرة زي الخيول أو الإنسان. بس اللي خلي الحقيقة غريبة إن مفيش غاز أو سائل جواه، بس الحلقات متسندة على بعضها فضفاض، فبتتحرك وتخبط في بعضها لما تهتز زي حلقات معدنية في صندوق فارغ. الخلاصة، في النهاية خشخاش الأفعى الجرسية مش لغز خارق، هو مزيج من حلقات كيراتينية فضفاضة، عضلات سريعة، وتطور ذكي. ولو عندك سؤال عن حقيقة معينة سيبه في الكومنتات وهنجاوب في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.